تعبان خد مسكن. للاسف الموضوع ما ينفعش كده. كل الام في الجسم هي عباره عن اشاره بتقول لي خد بالك في حاجه غلط، لازم تعالجها كويس وتفحصها كويس وتشخصها كويس. الحل ابدا عمره ما هيبقى ان انا اخد مسكن وخلاص. ثانيا، هذه المسكنات وهذه الاقراص اللي احنا بناخدها بشكل كبير، ركبتي بتوجعني، عندي صداع، ظهري بيوجعني، خد مسكن، للاسف ليها اثار جانبيه كتير جدا على الكبد والكلى والمعده. اللي عايز اقوله باختصار انه في وسائل كتير لعلاج الالم بتبقى مبنيه على التشخيص الدقيق السليم. لما اروح للدكتور المتخصص بتشخص كويس، بتعالج كويس، ودايما بيبقى في وسائل كتيره لعلاج الالم. الوسائل دي متعدده، مش شرط تبقى ادويه. في علاج بالحقن الموضعي، في علاج بالتعامل مع المشكله في الضفائر العصبيه، في علاج بالتعامل مع جذور الاعصاب، في وسائل علاج اخرى زي الاجهزه اللي ربنا اداها لنا زي الليزر والتردد الحراري وخلافه. اللي عايز اقوله ان في بفضل الطب